قد ألف الإمام أحمد رحمه الله كتاب في فضائل الصحابة في مجلدين، وألفت رسالة معاصرة في فضائل الصحابة في 11 مجلد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم. ثم لو لم يرد في القرآن شيء في فضلهم أو لم يرد في السنة شيء في فضلهم لكانت الحال التي كانوا عليها من الجهاد والهجرة وترك الأبناء والبنات والبيوت والأموال وقتال الأحمر والأسود والصبر على ما كان عليه رسول الله كافية في الدلالة على فضلهم. أناس تركوا أوطانهم، أناس تركوا الناس وقاتلوا العرب والعجم دفاعا عن رسول الله وحماية وقياما بهذا الدين، جاعوا حيث جاع، تعبوا حيث تعب، ظمئوا حيث ظمئ، سافروا معه وناموا معه وجلسوا معه وأكلوا معه، حاضر في أفراحهم وأحزانهم، قام معهم وجلس معهم. هؤلاء صفوة الخلق. الإنسان يتمنى لو رأى النبي رؤيا منام، كيف بمن رآه رؤيا حقيقية وجلس معه وضحك معه وبكى معه؟ هؤلاء أناس لهم فضل عظيم من الله جل وعلا، هذه كرامة من الله لهم، اختارهم الله لأجل هذا الأمر. ثم خرجوا من ديارهم وجاهدوا في كل مكان لما حملوا هذا الدين، فقبورهم عامتهم ليست في المدينة ولا مكة، هذا في الشام وهذا في مصر وهذا في شرق آسيا وغربها وغير ذلك. كل هذا يأتي زنديق، إنسان فاجر لا يعرف بدين يطعن بهم ويتطاول عليهم ويكفرهم، هذا أبعد الناس عن الإسلام وعن الدين. لأن الذي يطعن بأصحاب رسول الله في حقيقته طاعن في القرآن، طاعن في السنة، طاعن في الإسلام. الذي أدى إلينا هذا القرآن من؟ أصحاب رسول الله. الذي أدى إلينا هذا الإسلام إلى يومنا هذا أصحاب رسول الله. ثم لو كان عليه الصلاة والسلام لو كان عليه الصلاة والسلام يجالس هؤلاء الذين يقال عنهم منافقون وكذبة ومخادعون وغير ذلك، لما أمن رجل على صاحب طيلة حياته 23 سنة يجالسهم ولم يكتشف نفاقهم ولا خداعهم. هذا طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم عليه الصلاة والسلام ربى جيل وطلع التربية ما منها أي فائدة، خرج هذا الجيل جيل فاسد فاشل منافق كذاب. كيف تجرأ أنت أو أنا أو الثالث أن يدعو إلى الإسلام؟ إذا كان رسول الإسلام على قول هؤلاء فشل في دعوة الناس وخدعوه، إذن لن ندعو إلى الإسلام أصلا، لأن الدنيا كلها خديعة في خديعة. حقيقة هذا القول هدم للدين عافانا الله وإياكم. وأنت لو قيل لك أن أصحابك هؤلاء فاسدون يشربون الخمر يمارسون الرذائل، لا والله ما رضيت بهذا، ما رضيت بهذا إلا أن تكون لا عقل لك. فكيف يقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه كذا وكذا من الأمور القبيحة؟